السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده عاملين عزومة جامدة وحلوة قوي، فراخ مشوية بطريقة حلوة جدا، وعاملين كفتة مشوية ورز اصفر، وعاملين بقى سلطة طحينة وسلطة خضراء البلدي دي. نسمي بسم الله ونخش على المكونات بتاعتنا. هنا عندي حوالي 4 بصلات متوسطين، وعندي فلفل رومي وفلفل حراق، وعندي 3 طماطميات بس، وهنضربهم بقى في الكبة. ما شاء الله يعني الكمية دي هتعمل لي كمية حلوة جدا، والفراخ ما شاء الله كتيرة يعني. كانت عندي عزومة ما شاء الله كبيرة يعني. فهنا جبنا بقى البصل هنقطعه كده في الكبة. واول حاجه بنعملها طبعا انا غسلت الفراخ كويس جدا جدا، وبعد ما غسلتها حطيت عليها حوالي كيس ملح من اللي هو الصغير ده، وحطيت عليها ربع كيلو ليمون، ودعكت بقى الفراخ كويس جدا بالملح والليمون فقط. قعدت حوالي ساعتين بالملح والليمون بس، وبعد كده رحت شطفها شطفه كويسه جدا وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه ولا زفاره ولا اي حاجه. احسن حاجه ان انتوا تغسلوا الفراخ، بعد ما تغسلوها كويس جدا تنقعوها بملح وليمون فقط، بتبقى زي الفل، ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه. تتشطف كويس جدا طبعا. وبعد كده بقى ايه؟ بنعمل لها الخلطه بتاعتها الجميله دي، وبتبقى طعمها حلو جدا جدا. انا مش مكتره النهارده طماطم يعني عشان ما تتحرقش مننا وما تبقاش الفراخ مستويه، فطماطم مش كتير عشان الطماطم طبعا بتحمر بسرعه وبتتحرق. فاحنا حاطين على كميه كبيره يعني حوالي دول باين 13 فرخه كده، 13 فرخه كده متوسطين مش صغيرين قوي يعني، ممكن يكون الواحده 2 كيلو الا. ماشي. بس كده. هنحط الفلفل الاخضر، نحط الطماطم، هنحط البصل، والبصل برضو مش كتير يعني، التتبيله كلها مش كتيره، بس خلت الطعم الفراخ طعمها حلو جدا. هنقطعهم في الكبة كده، وبعد كده نضربهم كويس جدا جدا، واقول لكم بقى على الحاجات اللي هنحطها لها تخلي طعم الفراخ فعلا حلوة جدا. فلفل بقى حراق، فلفل رومي زي ما تحبوا. وهنحط بقى الملح بتاعنا بعد ايه ما نقطع كل الحاجات دي. بص بقى تتبيلة الملح دي كلها خلت الفراخ مظبوطة جدا. بصوا حاطين 4 معالق مليانين هرمي كده، ان الفراخ كمية الفراخ كبيرة. بص 4 معالق خلت طعم الفراخ حلو جدا ومظبوطة. طب انتوا بقى لو عايزين تعملوا الفراخ ديت يعني مش هتعملوا طبعا الكمية دي كلها. بصوا ضربت بقى الخلطة اللي انا عملتها دلوقتي، البصل بالفلفل بالطماطم. بصوا اتفرمت كويس جدا. واقول لكم مثلا عايزين تعملوا فرخة او 2 تبقى التتبيلة بتاعتهم ايه. بصوا بقى احنا كده جبنا الخلطة بتاعتنا هي هنحط فيها بهارات فراخ، بهارات اللي هي بتاعت ال7 بهارات. هنحط فيها كاري، وهنحط فيها كاري، وهنحط فيها كركم. ادي معلقه كركم كبيره، يبقى حطينا من الاول خالص، حطينا بهارات فراخ، حطينا ال7 بهارات، حطينا فلفل اسمر، حطينا معلقه كبيره كاري، حطينا كركم. هنحط توم باودر، رشه توم باودر كده معلقه صغيره. هنحط بصل باودر، عندي توم وعندي بصل باودر، بصل باودر توم باودر معلقه صغيره. لكن الكركم معلقه كبيره، الكاري معلقه كبيره، بهارات الفراخ معلقه ونص كده. وهنحط بقى الخل طبعا مع كوبايه صغيره مش كبيره، ان الخل طبعا بيفكك الانسجه بتاعت اللحوم وبيخليها كده ايه بتدوب في البق. وهنحط برضو ايه معلقه كوبايه صغيره من الزيت، يبقى حطينا كوبايه صغيره من الزيت، حطينا كوبايه صغيره من الخل، الكوبايات اللي هي بتاعت القهوه دي. هنقلبهم تقليبه حلوه كده، بصراحه كانت الريحه حلوه جدا. بصوا الشكل جامد جدا. هنقلب كويس جدا كده. وبعد كده بقى نجيب الفراخ بتاعتنا اللي هي المغسوله والمتنقعه بالملح والليمون. هنمسكها بقى كده هي مغسوله وزي الفل اهي، ونقعناها ساعتين بالخل، قصدي بالليمون والملح. بصوا اهي فراخ كبيره ما شاء الله. وهنفتح بقى ايه الصدر بتاعها كده بالسكينه. بصوا كده عند الدبوس كده هنفتح فتحه عند الصدر، لو كبير قوي بنعمله على 3، لو متوسط هنعمله على 2.
هنفتح كل الفتحات دي كده اهوت. طبعا بتطعم الفراخ بتاعتنا من التتبيله اللي احنا عملناها. هنعمل كل الفراخ كده. بصوا كده، عندي الدبوس، عندي اللوحه من تحت كده، والصدر على 2 أو 3 على حسب الفرخ. يعني انا هنا عندي فراخ كبيره قوي وعندي فراخ ايه متوسطه. فاتحه بالسكينه كده عشان التوابل اللي انا عملتها دي، الخلطه دي اشربها كده في قلب الايه فتحات الفراخ دي كده، وتشرب منها. ولازم تبات ليله في التلاجة. اقول لكم بقى، لو عايزين تعملوا مثلا فرخه واحده، بتجيبوا بصله صغيره جدا، على مثلا نص طماطميه واحده بس، مش كتير طماطم عشان ما تتحرقش منكم وما تستويش. بتتحرق بسرعه، يعني هي ممكن تاخد وقت كبير جدا، بس هتتحرق معاكم بسرعه لو كترتوا الطماطم. هتحطوا على الفرخه الواحده بس بصله صغيره جدا، على نص طماطمايه، على ايه تاني، فلفل اخضر بقى، تحط فلفل اخضر الوان زي ما تحبوا. وتحطوا بقى التتبيله بتاعتكم اللي انا حطيتها دلوقتي، وتضربوها في الكبه ممكن تعملوها الصبح بدري، تسووها مثلا على الغدا، او تعملوها من بالليل زي ما انا عملت كده، حسب ما تحبوا. تحطوا طبعا الخل، وتحطوا مثلا الزيت بتاعكم، كل التوابل بتاعتكم تحطوها عليها، وتدعكوها كويس جدا، وتبيتوها ليله في التلاجة. او مستعجلين ممكن تخلوها مثلا ساعتين 3 كده. بس شايفين الخلطة الجميلة الجبارة دي؟ بجد بجد كان طعم الفراخ تحفة. نزلنا كده كل الخلطة اللي احنا عملناها، ونفضل بقى ندعك الفراخ كويس جدا بقى تحت الجلد بقى واللحم بقى، وكله نشرب الحاجات دي كلها قطعة قطعة كده. احنا عاملين الفراخ نصين. بص الفتحات اللي انا عملتها دي ادخل فيها ايه الخلطة دي كده. بص ادخل كده الخلطة كده في قلب اللحمة المتفتحة وتحت الجلد كده. لو في جلد متفتح حط تحت الجلد، واحط في الفتحات اللي انا ايه عملتها. بص ادعك كويس جدا الفرخه كده كلها كده، ادعكها كويس قوي. طبعا كل الفراخ دي تدعك واحده واحده كده. ادعكها كويس جدا كده، ونسيبها لغايه ايه. انا هبيتها في الفريزر، يعني العزومه دي عاملاها قبلها بيوم، فهبيتها في الفريزر بس عشان الفراخ قعدت فتره كبيره معايا بره، طبعا غسيل ونقع وكده. فهبيتها في الفريزر، وهقوم الصبح بدري هطلعها ما يكونش لسه يعني جمدت يعني، عشان استعملها. فهي عشان خدت وقت مني كبير بره، يعني بعد التنظيف وكده والنقع، وخدت وقت كبير بره، فمش هينفع احطها في التلاجة من تحت. فهبيتها في الفريزر، واقوم الصبح بدري هطلعها. الأحسن لما يكون عندكم عزومة لازم تحضروا قبلها بيوم، بتسهل عليكم المواضيع جدا جدا، وتبقى انت ذات نفسك مش تعبانة. يعني العزومة قبلها بيوم بتبقي واخدة راحتك في كل حاجة، كل حاجة عاملاها براحتك بقى. محضرة الفراخ، محضرة الكفتة، محضرة لو هتعملي مثلا أي خضار جنبيها، يعني أي حاجات مثلا نواشف زي مثلا جلاش، مكرونة بشاميل، الحاجات دي بتحضري لها حاجات من بالليل. تقوم الصبح بقى ايه، يعني ايه، تسوي على طول. بس كده احطهم بقى في كيس كبير كده اهوت، عشان احطهم في الفريزر، عشان بقالهم كتير مره عندي. احطهم في كيس كبير واحطهم في الفريزر، ونبتدي بقى نعمل التتبيله بتاعه ايه الكفته. بص في وسط اللحمه بقى حطيت بقى ايه الخلطه في وسط اللحمه كده بتاعتها، وبقت مية مية كده خلاص، كلها دعكه كويسه. خلاص كده خلصناها، احطها في كيس بقى. بصوا كده حطيتها في كيس بقى، وكل اللي فيها الخلطه اللي اتبقت في الطبق برضو حطيتها على وشها كده، وابتدي اربط الكيس واحطه في الفريزر. بس كده هنيجي بقى ايه للكفته بتاعتنا. كفته المشويه طبعا بتبقى طعمها جميل جدا. هنا عندي فول صويا. هنا ان شاء الله كده هعمل 3 كيلو من اللحمه المفرومه. هجيب الفول الصويا كده انقعه بس، عقبال ما ايه ما اخرط البصل بتاعي واعمل التتبيله بتاعتي، يكون خلاص ايه, إيه اتبل معايا. كده هنا عندي يعني كيلو من البصل. يعني 3 كيلو من الكفته هحط لهم كيلو من البصل.
هنفرم البصل برضو في الكبة كده، هنعمه كويس جدا جدا. وبرده الكفته بحضر لها من بالليل واحطها في التلاجة، مش لازم احطها في الفريزر، احطها في التلاجة على رف التلاجة كده، عشان اقوم بكره الصبح ايه ان شاء الله نبتدي ايه, نصبع الكفته بقى ونسويها. طبعا انا هحط البصل واحط عليه برضو فلفل حامي، وحسب ما تحبوا ممكن تحطوا عليه فلفل رومي، بيطعم الكفته بيخليها طعمها حلو. بصوا كده فلفل بقى حامي كده، ممكن تحطوا فلفل رومي لو مش عايزينها حراقه. هنضربه دلوقتي كويس جدا. بصوا ضربته كويس قوي اهوت، ناعم جدا. افضيه بقى في اي حاجه ان انا ايه يعني هاجن فيها الكفته. هاخد بس هاخد حبه ميه من ميه البصل دي بس كده، احط عليها ملح واروح عصر البصل كده، واخد منه ايه نص كوبايه من ميه البصل، عشان لما اجي اصبع الكفته احط لها برضو حاجات تانية نلمع بيها صبع الكفته واحنا ايه بنصبعه. فدلوقتي هركن دي دلوقتي كده على جنب. هنحط بس الملح بتاعها كده عشان ما نسيبهاش كده تعمل ريحه يعني مش كويسه. ضفنا الملح بتاعها، نقلبها كويس ونعصر الميه بتاعتها، ناخد نص كوبايه او كوبايه صغيره خالص من ميه البصل. بس حطينا كده فلفل اسمر وحطينا الملح. هنحط بقى دلوقتي فول الصويا، نحصره كويس جدا من الميه بتاعته، ونبدا نضرب فوق ايه في الكبه كمان شويه كده عشان ننعمه شويه، عشان هو خشن جدا، فننعمه شويه في الكبه. هنضربه في الكبه كله كده لغايه ما ينعم معايا شويه. هنحصره كويس جدا من الميه عشان ما يخليش الكفته بتاعتي تفك. لو عايزين تعملوا كيلو من الكفتة الحاتي دي الحلوة الجميلة دي، بتجيبوا كيلو لحمة فيها طبعا نسبة دهن، او ما فيهاش نسبة دهن ممكن تحطوا لها معلقة سمنة كبيرة زي ما انا هعمل النهاردة كده. بتحطوا كيلو من الكفتة، قصدي كيلو من اللحمة المفروم، وبتحطوا عليه بصلتين متوسطين، وبتحطوا عليه كوباية ايه فول صويا صغيرة على الكيلو. مش عايزين تحطوا فول صويا ممكن تحطوا اللي هو البرغل، او ممكن تحطوا عيش بلدي تبلوه. تحطوا مثلا على الكيلو مثلا رغيفين عيش بلدي، تبلوه كده في ميه وتحصروه وتعجنوه في ايه في قلب الكفته حسب ما تحبوا. وده للكيلو كيلو اللحمه. وعليه كيسين اللي هي ايه بهارات الكفته بتاعت الحاتي دي اللي هي ايه. هوريها لكم دلوقتي. هنجيب بقى كيس بيكنج باودر، على الكيلو طبعا تحط يا دوبك على طرف المعلقه بيكنج باودر عشان يبقى هشه كده وحلوه. اهي كفته الحاتي اللي هي ماجي طعمها حلو جدا، بتطعم الكفته بتخليها طعمها كويسه جدا. انا طبعا لو انتوا هتعملوا على الكيلو بتحطوا اتنين كيس اللي هي كفتة الحاتي دي، ما بتحطوش ملح خالص غير حبة ملح صغيرين عشان البصلة، لكن هو بيبقى فيه كل البهارات وفيه كل حاجة، بس انا حطيت ملح عشان البصلة وحطيت ملح عشان فول الصويا. لكن انتوا لو هتعملوا كيلو من اللحمة تحطوا كيسين اتنين بس، حبة فلفل اسمر حبة صغيرين جدا بس عشان البصلة اللي هتحطوها عليها. لكن هو بصراحة فيه بهاراته وطعمه جميل جدا، بيطعم لك الكيلو اللحمة حلو جدا. يبقى الكيلو عليه كيسين اللي هي كفتة الحاتي دي، يعني انا عاملة 3 كيلو حطيت 6 اكياس، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت رشة من الملح كده بس عشان ايه البصلة والفول الصويا. افضي 6 اكياس كده على ايه على الفول الصويا اللي انا ضربته في الكبة كويس قوي. انتوا ممكن تضربوا برضو فول الصويا مع اللحمة ذات نفسها، بس عشان انا عندي كمية كبيرة فانا ايه عملت ده لوحده وده لوحده.
فانتوا لو هتعملوا كيلو من الكفتة تحطي كيلو اللحمة عليه كوباية صغيرة منقوعة فول صويا، وتضربهم كويس جدا على بصلتين متوسطين على كيسين كفتة الحاتي. هتحطوا رشة من الملح، فلفل اسمر، ورشة بسيطة جدا من البيكنج باودر، وتعجنوهم كويس جدا وتصبعوها بقى ايه، وتحطوها في صينية في صاج وتسووها كده. نحط اللحمة بتاعتنا كلها بقى، ونحط معلقتين سمنة كبار كده من السمنة بتاعت اللية دي، بتخلي طعمها فظيع، اكنك انت بتاكلي في كفتة ضاني، يعني اكنها كفتة ضاني، حلوة جدا. لو مش عايزة تبقى طعم الضاني ممكن تحطي معلقتين سمنة عاديين جدا، سمنة بلدي اي نوع سمنة عندك. بص حطينا معلقتين كبار كده من السمنة اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي هي بالمنديل واللية. ساعتها كنت عاملاها باللبن معاكم والزيت. مية البصل هي اللي انا شلتها دي، طبعا فيها ملح. بكره الصبح ان شاء الله نبشر طماطمية عليها، وتبقى يعني مية الطماطم مع مية البصل، ونعمل بيها الكفتة. هنعجن بقى كويس جدا 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 الكفتة بتاعتنا دي، نخلي كل حاجة كده متجانسة مع بعضيها، البصل مع فول الصويا مع السمنة مع كل حاجة. بس دي حتة فلفل شطة ما اتفرمتش كويس. لما بتحضري حاجتك من بالليل تاني يوم الصبح تبقى كل حاجة سهلة بالنسبة لك. ضيوفك بييجوا وانتي مخلصة كل حاجة كده ومستعدية لكل حاجة، مش مجهود عليكي وتعبانة، لا بالعكس بتبقي يعني نشيطة جدا وانتي كل حاجة مخلصاها من قبلها بيوم. والحاجة لما بتعمليها بحب بجد ما بتتعبيش، يعني بالذات في الاكل، ونفسك بيبقى حلو في الاكل بجد ان انتي تعملي كل حاجة بحب. عملتي كل حاجه بحب بجد انت ما بتتعبيش، يعني بتبقي مبسوطه وفرحانه ان انت عامله حاجه حلوه والناس بتشكر فيها. اهم حاجه ان الحاجه تخش المطبخ كده وانت حابه المطبخ، حابه العمل اللي انت بتعمليه عشان تطلع كل حاجه حلوه. بس هنعجنها كويس جدا كده كده. خلاص اهيت خلصتها خالص. بس قعدت حوالي يمكن نص ساعه وانا بعجن فيها كويس جدا عشان كميه كبيره طبعا، عايزاها كلها ايه تتجانس مع بعضيها كده وتبقى كلها حلوه. بصوا كلها كده ايه قطعه واحده كده، يعني تحسي مفيش فول صويا باين فيها ولا بصل ولا اي حاجه. كده نحطها بقى في طبق تاني واحطها في التلاجة. ده تاني يوم الصبح بقى يا حبايبي، كده عندي الزيت هدي بس الصاج بتاعي، دهنه بسيطه كده من الزيت. واخلي حبايبي بقى اللي جم الصبح بقى يساعدوني في الكفته. يعني انا هعمل معاكم كده شويه وهديلهم هم يكملوا، عشان انا هطلع ايه فوق هسوي الفراخ بتاعتي المشويه، هعملها في الفرن يعني عقبال هما ما يسووا لي الكفته ويكون انا خلصت الفراخ. بصوا كده يا حبايبي ايه، دهنا الصاج بزيت بسيط جدا يعني مش كتير، لان هي طبعا فيها نسبه دهون، يعني هتنزل شويه بس عشان ما تلزقش معايا. وادي ميه البصل كنت شايلاها في التلاجة، كنت حاطاها في برطمان كده بس عشان ريحه البصل والتلاجة. اهي كده نحط لها بس حبه زيت، معلقتين زيت كده عشان نلمع بس صبع الكفته كده واحنا ايه بنصبعه. معلقتين زيت كده على ميه البصل، ممكن ما تحطيش زيت تحطي ميه طماطم على حسب ما تحبي. بصوا كده هنجيب صبع الكفته، وعندك بقى معلقه خشب دوت مسني كده، كان عندي مسني كده ما بستعملهوش يعني بخليها للكفته. بس ببيد لي ايدي كده بلمع صبع الكفته كده، وحسب ما تحبي انت عايزاه كبير عايزاه صغير حسب ما تحبي. بص الحجم ده كده حلو قوي كده، لما يجي يستوي مش هيكش كتير قوي يعني، يبقى ايه صبع كده ايه متوسط وحلو. بس بنعمل الصبع بتاعنا من فوق لتحت كده نضغط عليه، وبنبلس ايدينا كده صوابعنا كده بميه البصل والزيت بنلمع ونشرب كده ايه صبع الكفته يبقى حلو كده وايه وشكله حلو قوي. بس كده هنعمل كمان واحد. بعد كده بقى ايه هطلع اسوي الفراخ، وعملنا بقى برضو رز اصفر، وعملنا سلطه خضراء اللي هي سلطه البلدي اللي هي بالبصل والخضار.
بس كده هعمل بقى الصبع ده كده. هتقابلوني فوق بقى كده. ايه كده خلاص طلعت فوق. رصيت الفراخ بتاعتي في الصاج بتاعي، ما دهنتوش اي حاجه، انا رصيت على طول. جيت طلعت الفراخ من التلاجة، حطيتها في الصاج على طول. بص حطيتها في الفرن، بس سخنت الفرن كويس جدا قوي قوي من جناب ومن تحت، وشايفين الشكل تحفه. هو كده لغايه دلوقتي لسه ناقص له شويه كمان، وبعد كده نقلبه على الناحيه التانية. انا عملت صاجين من الفراخ، صاجين وصاج صغير. وادي الكفته بعد ما اتصبعت وشكلها حلو قوي، بصوا جميله جدا. ولسه بقى لما تستوي ونحط عليها الفحمايه بقى كأنك بصي كفته حياتي حياتي. شكل الفراخ اهو بعد ما طلع، اللي بنستوي بنطلعه في الحله كده ونغطيها ونحط عليها الفحمه في طبق صغير كده، حبه زيت على فحمايه كده على في الحله يعني، ونغطي الغطا كويس جدا، وتبقى بنطعم بقى بريحه الفحم. طعم حلو جدا. وكده خلصنا، وهروح ان شاء الله العزومه دي. انا عملت الاكل عندي في البيت، وهروح عند اخت جوزي بقى هناك العزومه ان شاء الله. خدنا الحاجه في الحله كده، واروح هناك بقى نغرف اطباق الفل، كل واحد بقى مناب وشويه رز كده. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكوني بخير يا رب.